السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم أن أنا بعمل لكم فيديو أوضح لكم كل شيء عن سقطرى وعن زيارتنا لسقطرى. طبعا يا شباب سقطرى يمنية، أرض يمنية، فالإعلام يوصل لكم غير، يعني لما تشاهد بالواقع غير، بالإعلام غير. والله إنهم يفرحوا بنا هانه أكثر من السياح. أرضك، هذا أرضك، أرض يمنية. فالمتطلبات دخول سقطرى $210 قيمة التذكرة. وأجد أثبت لكم إني أرض يمنية تقدر تدخلها بالبطاقة الشخصية، مش ضروري جواز، ما يطلبوش منه الجواز، بطاقة شخصية أو جواز طبيعي جدا. فالأهم من ذلك عندما تدخل سقطرى عشان ما تحنبش أو ما تعرف وين تروح، لأنه هان ما فيش تغطية، لا هي موبايل ولا سباقفون، والفنادق بعيدة بحديبة بالعاصمة. فالأماكن الطبيعية تبعد عن العاصمة يمكن 3 ساعات 3 ساعات ونص، فلذلك تحتاج لك مرشد سياحي، تحتاج سيارة، تحتاج مطبخ سفري. فأنا رحلتي لهنا كلفتني حوالي حدود $1000، يعني تحتاج لك سيارة باليوم $80، ويحتاج لك مطبخ أعتقد حقه حوالي $220 $230 $250 بالكثير، يعني هذا حق أسبوع. والسيارة أسبوع كامل من $80 يمشيك على الأماكن في سقطرى الجميلة كامل مع مرشد سياحي. طبعا هذا عشان يعني انك ما انتش عارف داخل سقطرى، ولا تقدر تروح انت بنفسك وين ما تريد. بس هنا ايجار السيارة غالي، يحتاج لك مرشد سياحي ضروري جدا. وانا بقول لكم حاجة، الافضل اذا ناوي تزور سقطرى جيب معك شخص او 2 أو 3، كل ما كثره كل ما خفف عليكم التكاليف. عندما يكون ايجار السيارة $80 فتقسمها طبعا انت والذي جنبك 1 أو 2 أو 3، كل ما كثرتم كل ما انخفض التكاليف عليك. فسقطرى والله سقطرى فيها اماكن اعتقد مش موجودة بالعالم، بتعجبكم جدا وبتستمتعوا في سقطرى. واي استفسار اي حاجة انا بطرح لكم رقم المرشد حقنا الذي استقبلنا ودينا لكل الاماكن في سقطرى، وبيجيب لكم التكاليف والتقارير، كل شيء يعني اللي تحتاجوها قبل ما تروحوا. ونصيحة ما تذهب ما تروح سقطرى إلا وقد نسق مع مرشد سياحي أو مع مكتب المكاتب. طبعا يأخذوا مبالغ كبيرة، السياحة أعتقد على النفر الواحد أعتقد $1400. فالأفضل إنك تواصل مع مرشد سياحي أو مع الأرقام اللي أجيبها لك. المهم ما تجي سقطرى إلا وقد اتفقتم على التكاليف عشان ما تثقل عليك أو تنصدم، لأن التذكرة رخيصة $210 بس معك تكاليف فيما بعد كبيرة. بتستمتعوا إن شاء الله. وأي استفسار أي حاجة بطرح لكم رقم المرشد السياحي. تحياتي وأشواقي للجميع.